والله فينك تدقلي اذا الرز مستوي او لا. حرقناه للزلمه. جوي ما في قرطه. شو ضعمته؟ بدنا النشويات ما بيطول على مازن. انا ما بدي اركز على شيء، من بدي اكل هيك انا. خليه ياكل، سمي بالله يلا. يعني انا شو اشرح واقول؟ اليوم رح زبطكم تظبيطة ما صارت بالعالم، وصفة شوربة خنفشارية. رح فوت عليكم فورا بالمقادير ونبلش تحضير، وقولوا بسم الله. المقادير حتظهر قدامكم هلا على الشاشة، وعلى السريع بذكر لكم اياها: البصل، الكرافس، الجزر، الثوم، الدجاج المفروض الجاهز صدر الدجاج، الحليب المبخر، طحين، والرز. وهون في عنا ريحان وفلفل وملح وشوية زيت نباتي، وإذا ما توفر عنا زيت زيتون أو زبدة. ويلا على التحضير. أول شي طنجرة على النار، بنحط فيها تقريبا معلقتين من الزيت النباتي، وبنضيف فوقهم البصل المقطع والجزر، وبعدين بنحركهم لحد ما يستووا منيح. مهم كتير ما ننسى نحن وعم نقلي الخضار اللي حطيناهم مع بعض انه يكون مرقة الدجاج تبعنا جاهزة، اما من الدجاج المسلوق او مرقة الدجاج الجاهزة اللي تضاف للمي. بدنا تقريبا لهي الوصفة لترين، ولتتأكدوا اكثر المقادير بصندوق الوصف تحت. فينا ونحن والخضروات تبعنا على النار عم تستوي نبلش بنقع الرز. فرح احط له مي، اغسله هيك غسلتين ثلاثه، وبعدين احط له مي خليه يستنقع فيها. تقريبا بدهم هون 10 دقائق، والرز بده نقع 10 دقائق، يعني انا هون كون استفدت وقت قلي الخضار. ولو معلوماتكم الرز المستخدم هو رز طويل. رح خلي الرز يستنقع قدام عيوني، ما رح احطه بمكان بعيد، ونشيك على الخضار تبعنا. هلا بعد ما دبلت معي الخضره منيح رح احط فوقها الثوم. هلا وبعد ما مر معنا 10 دقائق رح صفي الرز وضيفه على الخليط تبعنا. صدقوني يا جماعة هالوصفة الشوربة يمكن انتم تعاملوها معاملة الطبق الرئيسي، على قد ما في عناصر غذائية وطيبة ولذيذة. بس رغم هيك نحن وعدناكم 30 وصفة شوربة، يعني 30 وصفة شوربة راح يزبطنا البودي. هلا كمان نعطيهم مع بعض تقليبة، ومنبلش نضيف فوقهم مرقة الدجاج او مرق سلق الدجاج. انا عندي هون محضر 2 لتر، وبرجع بذكر المقادير بصندوق الوصف. هلا بنتاكد انه كل شيء، على الحواف صار جوات المي مشان ننزل فوقهم البهارات. بسم الله. فينا بهالمرحله نرفع النار شوي مشان يغلوا مع بعض، واول ما يغلوا بننوس النار تحتهم. راح اغطيهم يستووا على مهل، وبهذا الوقت راح اجيب الحليب المبخر مع الدقيق وبسكبه شوي شوي فوقه وبحركهم مع بعض. طبعا اذا ما توفر عنا الحليب المبخر بامكاننا نستخدم كريمة الطبخ، بامكاننا نستخدم الحليب العادي او حتى المي. الفكرة من وجود الحليب المبخر او كريمة الطبخ لحتى تعطينا لون ابيض كريمي لوصفة الشوربة تبعنا، وهي من الالوان التي تليق مع شوربات الرز. يعني في معنا هون رز ودجاج، فاللون الابيض الكريمي بيطلع كتير جميل مع هذا النوع من الشوربات. هلا هون بنستمر بالتحريك لحد ما نحس انه دابت كتل الطحين وما عاد في عنا ابدا طحين متكتل. اذا شفتوا حالكم خلصتوا تحريك والشوربه لسه ما خلصت غليان، فيكم هذا الوقت تستغلوه لحتى تحطوا اشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس. ما بدنا اثنين يحكوا فيها صح ولا لا؟ انا هون داب معي الخليط وبالفعل ما غلت الشوربه، بس انا ما فيني اعمل لي سبسكرايب، فشو راح اساوي؟ راح اروح رد على تعليقاتكم على الفيديوهات. في حدا عم يسألني، عم يسألني إذا إن شاء الله أهلي بخير بسبب الأوضاع اللي صارت بسوريا. عيلة أنتوا والله مو متابعين، عيلة. رح نعمل نحن هون تحريك على السريع ونظرة. أنا شايف إنه بلشت تغلي معنا المي، لهيك هلأ رح ضعف الغاز وخليها على نار هادية لمدة تقريبا خلينا نقول 15 دقيقة. 15 دقيقة بكفوا. الحلو بهالوصفة الشوربة تبعنا انه ما في داعي نستخدم الخلاط لحتى نضربها بالخلاط او الميكسر او هاند بلندر. لحاله الرز بيستوي جواته وبيتنهنه وبيطلع على قولتي باللهجة او اللغة الألمانية يا إلهي فيليكا. عم تتابعونا من ألمانيا ولا من أي دولة عربية عم تتابعونا أو حتى أوروبية؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات، حاب أعرف أنا أكثر متابعين على هذا الفيديو على هاي القناة من وين. والله فينك تدقلي إذا الرز مستوي أو لا. حرقناه للزلمه. شو ضعمته؟ طيب هلا وبعد ما استوى الرز تبعنا شو بنعمل؟ بنبلش
بخليط الطحين والحليب المبخر. نعطيه كمان هيك تحريكة مرة تانية، ونبلش ننزل شوي شوي فوق خليط الشوربة تبعنا. معلش نضعف النار شوي، ما بدنا اياها كتير قوية. نحرك، ونحن عم نحرك بننزل مثل ما شايفين معي شوي شوي. بسم الله. والله يا ريتكم عم بتحركوا معي، بس انا متأكد رح تجربوا الوصفة رح تحسوا نفس الاحساس. انا وعم حرك كان ما في مقاومة، كان مبين عم حرك بس مي. فجأة تقلت الشوربة وعطتني السماكة اللي انا عم دور عليها. يا سلام، الوان شي ناهي. فينا نرفع درجة الحرارة شوي صغيرة ونبلش نحرك ونخلي الخليط تبعنا يغلي. بهالوقت بنخلي مازن يشيل كل هدول الزبادي. لا انت هلا مو مصور، انت هلا المساعد. مصورة تكون ورا الكاميرا، انت تارك الكاميرا لحالها. يا سلام. نضل عم نحرك. طبعا لازم يغلي شوي غليتين هو وبقلبه الطحين مشان يستوي الطحين معنا وما عاد نحس بطعمة الدقيق بالشوربة. يعني لا تطفوا النار لحدا يتحربق ويطفي النار ويحط الطحين، لا، لازم تغلي شوي، لانه وقت تغلي وهي فيها الطحين تمسك معنا اكثر، تعطينا قوام متماسك وكريمي اكثر. شايفين هي عم تغلي شو عم بعمل؟ انا عم بستعد بالدجاج اللي منسل معنا، صدور دجاج منسلة رح نحطها بقلب الشوربة. وعلى فكرة كتير ذكية، أتمنى تنتبهوا عليها لهي الملاحظة. إذا كان في عنا طبخة قبل بيوم فيها دجاج، ولنفرض على سبيل المثال عاملين بدل فريكة اللحمة فريكة الدجاج، وفي دجاج مسلوق محطوط فوق أو زاد عنا لتاني يوم، فهذا الدجاج كتير من أهل البيت مثلا ما حيقبلوا ياكلوه لأنه بايت وبدهم شغلة جديدة بدهم يغيروه. فنحن شو بنعمل؟ بنجيب هذا الدجاج بنفرفطه وبنستفيد منه بتحضير هي الشوربة. وهذا الشيء بما أو هذا الشيء يسمى بالتدبير المنزلي. ولما تكوني أنت عزيزتي المتابعة وعزيزي المتابع مدبرين للمنزل، فتدبير أمور المنزل بذكاء وعدم هدر طعام، هي من النقاط الإيجابية اللي تحسب لأننا إن شاء الله وتعالى دنيا وآخرة. لأنه إحنا هون يعني بالدنيا كنا موفرين على حالنا، وبالآخرة ما رمينا نعمة وما هدرناها. بالنهاية هي نعمة الله وصالحة للأكل، إذا نشفت شوي ما معناتها إنه نرميها. أنا هلأ ملاحظ وعن طريق تحريكة إيدي إنه السماكة هي السماكة المطلوبة، وغلى معي شوي خليط الشوربة. هلأ ببساطة بضيف فوقهم الدجاج. بسم الله. جاء المصور والمساعد والمخرج والمونتاج والميكسر والإضاءة أو الميز. الشيء الحلو هلأ حتى لو الدجاج كان محطوط عنا بالبراد ونحن نسينا نغلفه ونشف معنا شوي، انه هلا وقت نحط بالشوربه رح يرجع يتشرب سوائل، رح يرجع لنفس قوامه كانه الدجاج هلا سلقناه وهلا حطيناه بالشوربه. يلا تغليله شوي وبنسكب، يعني خلينا نقول تغلي دقيقتين ونحن جاهزين لحتى نسكبها مع بعض. فعندنا باللوديه شوربه اسمها شوربه البحاره. شي مره ضايقها؟ نعمة وحياة كل شيء. مين قال شوربه بتاخذ؟ ما بنعرف. اشتركوا بالقناة ونشوف إذا رح تجي لقدام ولا لا. بس فعل زر الجرس، يعني فعلوا زر الجرس بيجيكم إشعار فورا، ونحن بالعنوان بنكتب شو هي الوصفة. فإذا طلعت قدامكم كلمة شوربة بحارة معناتها هذه هي يا إخواتي. لازم الشوربة جاهزة، تدوق دغري من الطنجرة ولا نسكب لك؟ لا سكب لي، نسكب صحن لحالي. صحن لحالك. أيوه إن شاء الله تكرمين. الشوربة على فكرة من الأكلات اللي برمضان المحببة والصحية جدا، لأنه بتعوضنا من السوائل اللي بنفقدها نحن خلال فترة الصيام، ونفس الوقت بتمدنا بالعناصر الغذائية اللي كمان نحن فقدناها خلال فترة الصيام. فأنا بشوفها بصراحة من أهم الأشياء اللي تنحط على طاولتنا برمضان. وأنا من الأشخاص اللي بصراحة بعارض فكرة السلطات وقت رمضان، لأنه السلطة وقت الفطور تاخذ مساحة كبيرة من المعدة، فما بتعطيني مجال انه انا مد جسمي بالطاقة والعناصر الغذائية والسوائل اللي جسمي فقد خلال فترة الصيام، ورح تعطيني احساس سريع بالشبع. فانا بفضل انه يكون يعني، وهي سبحان الله تعالى يعني هي سنة عنا، انه نحن نستفتح صيامنا او افطارنا نفطر بالتمر واللبن ونصلي المغرب، وبعدها فورا نبلش بالشوربة. نخلي السلطة يعني مو بشكل يومي، مع انه انا بعرف انه نحن من عاداتنا وخاصة نحن اهل بلاد الشام انه الفتوش عنا شيء اساسي برمضان. بس حاولوا هذا رمضان جربوا هاي النصيحة مني، وان شاء الله اكون اعطيتكم نصيحة مفيدة. يلا نسكب لانه مازن جاع. ما نحط لك عليها شوية خبز ولا بدك اياها هيك؟ والله ما بعرف. هلا شوف حط الخبز عليها. خلينا نكون كمان هالمرة صريحين، ما في داعي له لأنه أساساً فيها كربوهيدرات وهي الرز، والرز من الكربوهيدرات كمان نوعاً ما معقدة وبتعطينا إحساس طويل بالشبع.
وطبعا ما في داعي احكي لكم عن فوائد الرز، يعني ما بدي اخليكم الحلقه هلا طويله بزياده نحكي عن فوائد الرز، موجوده على اليوتيوب، وحاولوا تكتروا رز كمصدر للنشويات بغذائكم، وتستغنوا عن المكرونات وعن المعجنات البيضاء. ركزوا على الرز وركزوا على البطاطا وركزوا على العدس، مصادر جدا جدا مفيده للنشويات. ما بدي اطول على مازن انا ما بدي أكتر اركز على شيء، من بدي هيك. اكل انا. خليه ياكل، سمي بالله يلا. هي لحم فيها دجاج. فيها دجاج. وجبه يا زلمه. وجبه يعني واو، انا حبيت الحمد لله. هو ما في شيء تنقع عليه وتقول ما قصى وما قصى، هون ما بتعرف، هي اول مره بتدوقها. طيب دوق، ما بدنا ننهي الحلقه نحن. نسينا ناكل. نسينا ننهي الحلقه. طيب هي الشفه وبننهي الحلقه. بسم الله. طيب خرافيه عن جد خرافيه، كتير طيبه، انا كتير حبيت هاي الوصفه. يا رب تكون عجبتكم حلقه اليوم، واهم شيء تجربوها وتطبقوا شوربه الرز على طريقه بودي ذا فودي وبشهاده صديقنا مازن. طيبه ولا مو طيبه؟ اعطيها واحده تبع يا الهي بلك. يا الهي بلكا بلك بلكا لكا. طيب لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. يا رب هيك يكون رمضانكم كالعاده مبارك وكريم، وتكون عجبتكم هي الوصفه. لا تنسوا اذا عجبتكم تحطوا لايك وتعطوني رايكم بالتعليقات وتشتركوا بالقناه، واهم شيء تفعيل زر الجرس مشان تشوفوا وصفات الشوربه بشكل دائم. كان معكم البودي شوربه الرز، القاكم بفيديوهات قادمه. سلام اخواتي.